السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبي، أنا رفايدة ممدوح، ده قناة أكلك على قدك مع رفايدة. لو أول مرة تشوفيني اعملي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة أنا بقدمها جديدة. إحنا النهاردة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا حبيت أصور لكم النهاردة من عند الفراخ. إحنا النهاردة كام؟ 22 يوم، 22 يوم للفراخ. ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ ابتدى يعني ايه، شايفين دماغها يعني لسه صفرة وابتدت هي تبيض. هنا كده بقى في المرحله دي، اولا اهم حاجه في الفراخ عشان تلاقي تسمين كويس لازم النظافه كويسه. ليه لازم النظافه كويسه؟ الفرخ زي ما انت شايفه قاعد على الارض، تمام؟ شايفه بيعمل ايه؟ بصي بيعمل ايه، بياكل من اللي في الارض. حتى لو انت حاطه جير، حطي جير، أنا بقول لكم حطوا جير، برضه لازم تنضفي. يعني نضفي وحطي مثلا التبن او القش او النشاره او اللي انت بتحطي. احنا هنا بنحط التبن، ممكن تحطي قش، ممكن تحطي نشاره، بس نضفي. لو قدرت تنضفي كل يوم نضفي كل يوم، قدرت تنضفي يوم ويوم نضفي يوم ويوم. المهم الفراخ البيضة لازما نظافة لها. تعالي الكنيسة النهارده، لازما نظافة كل يوم. يوم ما نضفتيش حطي، يعني ما شلتيش الفرشه كلها. طبعا النظافه ايه، بنشيل كل ده. احنا حاطين هنا اهو فرشه مشمع، بقوم شايلاه بحاله باللي عليه، وبقوم رايحه ايه، حاطه تاني مشمع نظيف ومغسول، وبنحط عليه برضو حبه جير، ونرجع نحط عليه شويه تبن عشان الفراخ مناعتها تبقى كويسه، وعشان كمان الفراخ ما تاكلش من الفضلات بتاعتها. لو الفرخ كال فضلة فرخ تاني وكان تعبان اكيد هو هيتعب. عشان كده بيقولك الاسهال بيعدي. لو انت شفت في فراخك فرخ بيسهل، تاني يوم هتلاقيهم كلهم بيسهلوا. ليه؟ بياكلوا من فضلات بعض، يعني بيعملوا بقهم كده في الارض. والفراخ البيضاء اولا ما عندهاش مناعه، وبص يعني بجد يعني هي ما عندهاش مناعه خالص، يعني عامله زي الاطفال الصغيرين اهو، شايفه تنقر في الارض، بتنكش في اي حاجه في الارض. ايه، انا صايمه، روح حط اعمل شاي، معلش بقى. الاول اعملوا لايك، متنسوش اللايك، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان الفايده كلها الناس كلها تستفاد. تمام؟ الفراخ غاليه جدا، ربي فراخك في بيتك. والله والله حتى لو في العلفه غاليه، بس فراخك هتبقى اضمن في بيتك، وكمان اوفر، والله اوفر. تمام؟ الفراخ بتحط بوزها في الارض، بتحط نفسها على الارض، لازم تنضفي على طول. إيه كمان هقول لكم على خلطه العلف اللي احنا عملناها النهارده. ده العلف ده بايت من امبارح، تمام؟ حطينا العلفه دي. بتصوتي ليه؟ بتصوتي ليه؟ ايه، مين اللي بتصوت؟ اه هو اللي هناك ده بيصوت. بتصوت ليه؟ اه شوفوا عايز يعمل. عايز يعمل. اه هما كده تمام، كده متعالجين وتمام. انا لما كنت معالجاهم كان عندهم اسهالات وفعالجتهم. وفي ارجعوا الفيديو اللي فات هتلاقوا اللي طريقه العلاج، تمام؟ والخلطات اللي بنحطها للعلاج. انا عايزه اشارك معاكم الخلطه اللي انا عملتها النهارده. اهو احنا حاطين الخلطه بقى يا حبايبي اللي احنا هنعملها النهارده. احنا كده كان جاي لنا بصل اخضر بكميه يعني كويسه، بصل اخضر، تمام؟ مسكنا بقى طبعا روس البصل الاخضر، او مثلا كان عندك حبه بصل اخضر وما انتش عايزاهم، فمسكنا الروس بتاعتهم قطعناها. الروس في الاخضر زي ما انتم شايفين كده، العود بتاعه كان ناشف شويه، ده الايه البصل اللي جالنا. فعملناه بقى، مسكناه كده، شايفين هو ناشف شويه، يعني مش ناشف، هو ايه اقول لكم اسمها ايه، اللي بيقولوا عليه مزنبخ ده، عارفينه؟ فهو ده كده البصل اللي جالنا، فطبعا ما ينفعش الاكل. فعملنا فيه ايه بقى، مسكناه قطعناه كده قد حبايه العلفه. حاولت ابشره بالمبشره اللي انتوا شايفينها دي، فما نفعش لانه طبعا لسه طري. فايه، فبقيت اقطعه انا بالسكينه رفيع رفيع، بقيت اقطعه صغنن خالص قد حبايه العلفه اهو، زي ما انتوا شايفين كده. بقطعه حتت حتت صغيره، اقطع حبايه العلفه. عندك بقى كبة، انا بصراحة الكبة بتاعتي بايظة، فايه لو عندك كبة قطعيه كده وحطيه في قلبها، هيتفرم ويبقى زي الفل. اكنك بتبشري بصل، او اكنك بتفرمي بصل لل اكنك بتبشري العلف. بقول لكم ده علف 21، ده اللي هو الوسط. اي نوع بقى، اي نوع علف بنحط منه كده مثلا
ده مثلا اكل النهارده، انا حطيت لهم كده ده اكل النهارده، فنحط عليه البصل الاخضر اللي انتوا شايفينه ده. اولا هيفوقهم جدا جدا، تاني حاجة هيخليهم يعني ياخدوا نفسهم كويس، تالت حاجة بيزود لهم في الوزن. سبحان الله البصل بيزود في الوزن جدا. شايفين انا قطعته ناعم ناعم خالص اهون. عندك مفرمة اعملي فيها، عندك كبة اعملي فيها، هيبقى اسهل من موضوع السكينة دون، لان انا قعدت مدة اقطع فيه. فبدوبه بقى كده على علف، طبعا عشان العلفة كلها تاخد بقى من ريحة البصل، وحتى لو كل العلفة نفسها بقت بقت كلها بصل. مفيش حاجة اسمها بديل العلف. بديل العلف دون يعني المانشيتات اللي بتتكتب لا بديل العلف والعلف غالي ومش عارف، مفيش الكلام ده، مفيش بديل العلف. في حاجات تحطيها مع العلف تخليهم ما ياكلوش يعني ياكلوا كتير في الاول ويسمنوا بسرعة، ومثلا توفري شكارة في الاخر. شايفين انا بقولكم انا حاطه لهم في السقاية الخلطة دي هشارككم فيها في الفيديو الجاي. حاطه لكم بقول لكم فيها ليمون، فيها بصل، فيها توم، فيها مكون كمان هقول لكم عليه الخلطه الجايه. الفيديو الجاي استنونا، متنسوش تعملوا لايك، بحبكم في الله. ده كده كان في السقايه، فانا بشيل غطا السقايه، فده كده بقيه الميه، فهم بيجوا عليه بيفكروه ميه وبيشربوا وبياكلوا الحتت الصغيره.